السلام عليكم. الشتاء دخل واصابات الجيم هتبدا تزيد. ايوه هتبدا تزيد. ليه؟ بسبب ان انت ما بتسخنش كويس يا وحش، ما بتسخنش كويس، ما بتعملش دايناميك ستريتش قبل التمرين، وفي حاجه اسمها ورم اب، وفي انك كمان تسخن كويس قبل ما تعمل اي حاجه، تسخن كارديو عشان ترفع من درجه حراره جسمك. كل ده هنعرفه في الفيديو، يلا بينا. No, there ain't no stopping us. الاسترتشات والتسخين قبل التمرين. اول حاجه نتكلم عليها هو الورم اب بتاع التمرين. يعني ايه ورم اب؟ الورم اب هو التسخين او انك تعلي من درجه حراره جسمك قبل ما تبدا تتمرن، وترفع من الهارت ريت بتاعك، يعني ضربات قلبك، لانك بتيجي من راحه تدخل على تمرين، على حركه، بتبدا تصدم جسمك بانه يعمل حركات عاليه الشده، ايا كان تمرين حديد او كارديو. فانت بتبدا الاول بتسخين الكارديو، اول مرحله وهي تسخين الكارديو. تسخين الكارديو هو انك تلعب حوالي 10 دقايق على التريدميل، او تجري، او تعمل جامبنج جاكس، او تعمل اي حركات كارديو هوائيه، مش شرط على الماشينز، عشان تعلي من درجه حراره جسمك وترفع من الهارت ريت بتاعك عشان تعرف تدخل التمرين من غير اصابات. تاني حاجه مهمه وهي الاسترتشات. الاسترتشات بقى هنا مقسومه معانا لشقين او جزئين. اول جزء منها وهو الدايناميك ستريتش، وده اللي بنحتاجه قبل التمرين. ايوه في ناس كتير بتغلط وتعمل الاستاتيك ستريتش او اللي هو الاستريتش الثابت قبل التمرين. لا، الاستاتيك ستريتش بيكون بعد التمرين، وهقول لك ليه دلوقتي. اول حاجه الدايناميك ده بتعمله قبل التمرين، انك تهيئ جسمك انك داخل تتمرن. وفي كمان الدايناميك تعمله على العضله انك داخل تلعبها النهارده. اما بقى الاستاتيك ستريتش الافضل يحصل بعد التمرين مش قبل، لان دي حاجه بتبقى زي كول داون، او حاجه بتعمل تهدئه وريلاكسيشن للعضلات بتاعتك. وكمان لما بتعمل حركه الاستاتيك ستريتش، هي اصلا مخك بيوصل اشاره للجسم او للعضلات اللي انت بتعمل لها ستريتش انها تكول داون او ان هي تهدى. وده طبعا انت مش محتاجه قبل التمرين. انت محتاج قبل التمرين انك ترفع من درجه حراره الجسم والعضله اللي داخل تلعبها، مش تعمل لها كول داون. وده اللي بيسبب اصابات كتير. الخطا هنا في حته الاستاتيك ستريتش والدايناميك ستريتش. اما الاستاتيك بقى لما تلعبه بعد التمرين هيكون افضل ليك، عشان خاطر تعمل كول داون للعضله اللي انت اهلكتها في التمرين، فانت كده هتهديها. فطبعا زي ما قلنا، عندك اول حاجه هتعملها الورم اب، هو انك تدخل تعمل 10 دقايق كارديو عشان ترفع من نبضات قلبك، وترفع من درجه حراره جسمك ودرجه حراره المفاصل كمان. والتاني حاجه انك تعمل دايناميك ستريتش قبل التمرين عشان تعمل تنشيط الدوره الدمويه في العضله اللي انت داخل تلعبها. واخر حاجه الاستاتيك ستريتش يكون بعد التمرين مش قبل، عشان ده كول داون وبيوصل اشاره من مخك للعضله ان هي تعمل ريلاكس، وطبعا ده مش مطلوب قبل التمرين. بس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتابعني عشان ما يفوتكش كتير، وتدخل تشوف الفيديوهات اللي فاتت واستنى الفيديوهات اللي جايه. ولو عايز فيديو معين اكتب لي في الكومنت. سلام.